بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، صباح الخير، مساء الخير، الزول في اللون حبايبي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا لا فيديو تاع اليوم. وعلى سلامتي وعلى سلامتكم معايا. واش نقول لكم، ان شاء الله تكونوا توحشتوني كيما انا توحشتكم وتوحشت تطلع عليكم وفيديوهات يعني رجعت على الانستغرام واليوم رجعت معكم على اليوتيوب بعد غياب قصير. بيان سور خدينا عطله قصيره، نحينا كما يقولك بها ضيقة الخاطر وريحت شويه يعني من لي ريزو سوسيو حتى من الانستغرام، وكنت مريحه، كنت يعني فريمون تري رارمون وين نطل. هذه هي باش الواحد يولي اون فورم، يولي بطاقه وبحيويه. وبيان سور كيما العاده رجعت لكم بجديد وبالوصفات، واكيد مازالنا مواصلين ومازلنا نحكيو على وهنا كيما راكم تشوفوا نبدا معكم لا جورني تاعي. حنصب معكم دركا الكاس الثالث تاع الماء. يعني انا الصباح كي نوض ما تشوفوش كي نحط قهوه صافي تجي نشربها هي على الفراغ، لا نشرب الكاس الاول، الكاس الثاني، وهذا الكاس الثالث اللي حنشربه قبل القهوه تاعي اللي حناخذ معاه لي كومبليمون اليمونتير اللي ما يقطعوناش الصيام متقطع، لاني هنا مديره ان كافي نوار قهوه كحله وحده. حناخذ معها بيان سور توجو قلنا وعاودنا لي فيتامين اللي هما فيتامين سي خلصت لي، حنخرج نشري. عندي هذاك الحبوب الصفراء اللي هي لوميغا 3 بيسك حنا ما راناش ناكلوا الحوت نحبوا ولا نكرهوا، وهذا سي فيتامين بي كومبلكس، فيتامين باء المركب وليس بي 12. يعني لازم تفرقوا بين فيتامين بي 12 وبي كومبلكس. هاوليك كما قلت لكم لوميغا 3. شوفوا بو امبورت لا مارك، انا كي نوري لكم لي فيتامين سافو با دير اني نوري لكم لا مارك تاع لي فيتامين، كل واحد يشري واش يقدر، ولكن ما نستغناوش على المكملات في لو كيتو دايت تاعنا. ونروحوا نجوزوا للشغل تاعنا وحين نزيدوا نرجعوا الكلام، يعني مازال فيه باقيه. هنا اليوم حطيت الحوايج باش يتغسلوا، وكانوا الغلافات تاع المخايد راني بارطاجيتهم معكم في لو روتور تاعي من في الانستغرام. حطيت جبت المخايد يعني لي بروتيج كوسان. شوفوا كي تشوفوهم هكا تقولوا ملبس عليهم يتغسلوا في الماشينه وسي بون، ولكن صدقوني ديروا لهم شويه من احجار كريستو، ديروا لهم شويه من الكريستو دو سود هدايا تاع لا مارك ستيك اللي راح يوريكم العجب. شوفوا غير تحطوا تصبوا عليهم الماء سخون مغلي، لازم تغلوا يعني الماء من البويوار كاريمون. شوفوا يا البنات، شوفوا معايا خواتاتي كيفاش يخرج العجب المعجب. انا تلمو زدت شفت بلي الحاله راهي مغبره. تعرفوا الزيوت تاع شعرنا الغبار، يعني الراس راهو يرفد كميه كبيره من واش نقول لكم. لازم يعني العنايه، وما تنساوش بلي غلافات تاع المخده رانا نحطوا عليهم وجهنا كي نرقدوا في الليل، دونك لازم توجور العنايه بهاد الغلافات ولازم يكونوا ديما نقيين. شوفوا البنات معايا، شوفوا كميه الغبار والاوساخ اللي تخرج من الغلافات كي درنا لهم لي كريستو دو سوت. نزيدو نهضروا عليهم المره الجايه ان شاء الله. المهم غسلتهم خليتهم هكاك ترنخوا مليح، عصرتهم وحطيتهم كملوا الغسيل في لا ماشين. وجيت لكم اليوم باش نقدم لكم بصفتي يعني نقدم لكم المنتوجات تاع لا مارك ستيك داريبل. جبت لكم لو نوفو نيك، يعني تعرفوني كي ديما كيكون منتوج جديد نقدمه لكم بكل فخر واعتزاز، اكيد بعد ما نجربه عده مرات يعني ناخذ خلاصه تاعي فيه من بعد نقدمه لكم. جبت لكم لا مارك جديده ولا المنتوج الجديد لو نوفو ني، لو برودوي جديد تاع ستيك داريبل لونتي كالكير، لي تابلت لونتي كالكير، لي تابلت انتي كالكير تاع باور بول تاع لا مارك ستيك اللي هي مخصصه لا ماشين لافي الغسيل الملابس. كما راكم تشوفوا سي دي تابلت يعني اقراص مضاده للكلس، سي بور بروتيجي لي فيتمون تاعنا اي لا ماشين لافي بيان سور من الماء تاعنا اللي راه معمر بالكالكير. دونك ترفدوا اون تابلت عادي pour la protection كما قلت لكم. vous placez la pastille تاعكم directement dans la cuve تاع la machine à laver. تحبوا avant de mettre le linge، ولا تحبوا اوسي كي يكون كي تكون لا ماشين تاعكم sans linge تقدروا ديروا ان سيكل نورمال اذا كان sans linge، سينو ديروا لو سيكل تاعكم اللي ما فين تخدموا به. بيان سور تخيروا على حسب لا ناتور تاع الماء تاعكم، على حسب كما قلت لكم من قبل درجات العسر.
رايحين تلقاو يعني هذيك لا طابلت ما كاشها دابت بعد ما تكمل لا ماشين تاعكم. انا درت لها هنا بروغرام افونسي، يعني جوست ما شلت، درت غسله خفيفه لا ماشين، كان فيها جوست ان طابي خفيف تاع لا سال دو بان. دونك قلت دوكو رميت لها اون تابلت. تقدروا تعاودوا هاد العمليه يعني كل يعني مره في الزمان، كل خطره في 15 يوم، خطره في 20 يوم، على حسب الماء تاعكم اللي تغسلوا به. دونك فريمون هاد المنتوج هايل، انا جربته وعطاني نتيجه هايله. توجور نشكروا لا مارك ستيك داريبال على المنتوجات القيمه واللي راهي يعني عاودت تكلمت مع الصفحه باش اللي كانت تعاوننا من قبل العرض تاع الاشواق اي لو باتور اي لا مولينيت. العرض اللي كان في الاول كان ب 7000 دينار، ومن بعد زدت عاود جبت لكم بعد ما خلصت جبت لكم ب 6000 دينار 600000، ولكن الكميه كانت خلاصت. كنت شفتوني كنت نخدم بهم في كل مره وسقسيتوني وقلتوا لي بلي رانا اتصلنا بالصفحه وطلبنا على حساب الارقام اللي خديتهم لنا، ولكن قالوا لنا العرض خلص. اليوم راني عاود جبت لكم العرض من جديد توجور بلو ميم بري اللي هو تدو هاد لي 3 الكتروميناجي ب 6000 دينار. ولكن نقول في كل مره ما تخلوش حتى يخلص العرض باش تروحوا تتصلوا. اللي راهي فريمون انتريسي غير تزر، باسكو والله ما تلقاو عرض كيما هذا. شوفوا فيه لو باتور كولور كلشي، سي ان انسوم، سي ان كيت نوار كولور نوار اينوكس. دونك عندكم لو باتور وعندكم هاد الاشواق اللي يعني حنخدم به اليوم. لو غاتو تاعنا هايل، تخدموا به لو غاتو، تخدموا يعني لي غاتو كيتو داي باسكو عليكم سي دي بيتيت كونتيتي، ترحوا به اللحم، ترحوا به كلشي. كنت درت لكم من قبل فيديو تفصيلي على لي برودوي، تقدروا تلقاوه في صندوق الوصف، راني نخليه لكم. بليس لا بيتيت مولينات اللي نرحي بها كامل الحبوب اللي نخدم بها مخبوزاتي وايمي كيك كيتو دايت. فريمون هذا العرض شوفوا لي 3 الكتروميناجي ب 6000 دينار تلقاوهم في لي دو نيميرو اللي خليتهم لكم، يديروا لكم بيان سور لا ليفريزون لي 50 ولايا حتى الباب الدار. اليوم رايحين نستعملوا بيان سور لو اشواغ هدايا بلس لا بيتيت مولينات. ومازالنا مواصلين مع وصفات السعاده، وصفات الراحه، وصفات السعاده لمرضى السكري، وصفات السعاده اللي متابعين معنا نظام الكيتو، نظام اللو كارب، يعني الناس اللي تخلصوا من السكر في الجسم تاعهم. رايحين نحكيو على منتوج جديد جبته لكم اليوم، ماشي جديد ولكن انا اكتشفته، رايحين نحكيو عليه. كيما رايحين نحكيو كيما قلت لكم على لي فيتامين اللي لازم يعني ما تستهزوش عليهم. عندكم توجور نقول لكم ونعاود لا فيتامين دي، راني شوفوني ما صورتكم كل شيء ولكن صورت من قبل. الناس اللي يقولوا انه ما كاش منها يعني فيتامين دي يطلع لازم ديري لي زاناليز باش تشربيه، شوفوا سي تري رار وين واحد فيتامين دي تطلع له حتى الفوق 120، سي فريمون رار. دونك يعني قليله. ونزيد ناكد لكم انه جميع اللي عنده دهون الكبد عنده نقص حاد في فيتامين دي. دونك تقدروا تشربوا فيتامين دي كيما حبيتوا. تحبوا تشربوا دي زامبول تاع خطره في الشهر مده 3 شهور، والا دي زامبول ولا دي كومبريمي تاع شاك جور ولا تاع شاك سيمين. ما تستهزوش على فيتامين حليب شوك الجمل اللي يساعد بزاف الكبد انه ينقي نفسه من السموم بشكل طبيعي، ماشي يساعدوا باش يذوب الدهون نتوما اللي يذوبوها بالنظام تاعكم، بالرياضه، بالحرق. يعني برك نحب ناكد انه فيتامين شوك الجمل، الناس راهم يتبعوا نيمبورت كوا في التيك توك ويشوفوا فيتامين شوك الجمل ويشروه. نقول لكم باللي هذا الفيتامين ما لازمش يشربوه اصحاب الناس اللي عندهم مرض الفشل الكلوي، والناس اللي عندهم تليف الكبدي، والمرأة الحامل والمرأة المرضعة. دونك اسمعوا مليح واش راني نقول لكم. فيتامين ولا حليب شوك الجمل ما لازمش ياخذوه هاد 3 اللي قلت لكم ولا هاد 4 اللي قلت لكم عليهم. فيتامين ها ولا فيتامين او راح نحكيو عليه من بعد ان شاء الله المره الجايه، ما نقدرش نهضر كل شيء على خطره. اللي هو ان انتي اوكسيدون عالي جدا، يقلل نسبه ليزانفلاماسيون ولا الالتهابات في الجسم تاعكم بشكل خرافي. يعني
فريمون اللي عندها السطر في عظامها تمارس هذا النظام، يعني لازم تدخل على السكر. تشرب فيتامين او ولا فيتامين ه. ما نستغناوش على المغنيسيوم اللي دائما اكد انه هو اللي ينظم مستوى السكر في الدم، هو اللي ينظم ضغط الدم التونسيون ارتيريال، وبيقلل التشنجات العضليه لي كرامب. اليوم جبت لكم هذا المحلي الطبيعي اللي انا اكتشفته، يعني ماشي ما بايتي بروبوزي ولا انا اللي اكتشفته واستعملته وما حبيتش نهضر لكم عليه حتى نتاكدت منه. يعني كنت ناكل به اكلات، حتى يعني كنت نطيب به ونشرب به ونروح نقيس يعني معدل السكر في الدم، بعدها نلقاه عادي جدا. يعني فريمون راهو مضمون، هو محلي طبيعي 100%، ما فيه حتى مضافات لا كيميائيه ولا مواد حافظه. هذا المحلي اللي هو الترا سويت اللي قلت لكم اكتشفته وفرحت بزاف كي لقيته، باش يعني قلت نقدمه للناس اللي راهم يبعثوا لي ويقولوا لي كيفاش نديروا مع يعني مع السكر اللي رانا ما نلقاوش. هذا السكر الترا سويت راهو يعني صديق الاصحاب الكيتو دايت، ما فيهش جلوتين، سون جلوتين اي سون كالوري. انا اليوم درت لكم وزيد يوصلوه لكم، راح نخلي لكم الصفحه تاعو لو سيت هذا تطلبوه عن طريق واحد لو سيت نخليه لكم ويجيبوه لكم لي 58 ولايه، وزيد التوصيل صحاب الجي غراتوي. نورمالمون هكذا، نورمالمون انا هكذا فهمت، مي بيان سور كي نخرجوا من الجي لازم يكونوا فيها لي فري دو ليفريزون. المهم درت به ان تري بون غاتو على نوا دو كوكو، كيكه بالجوز الهند هايله بنينه، اي اون ديغي راكو تاكلوا ان غاتو بالسكر عادي، ولكنه ليس بالسكر عادي، هو بالسكر محلى طبيعي هذا الترا سويت اللي هو فريمون اون بومب. يعني انا اكتشفته فريمون راني بزاف فرحانه به. الوغ كيما راكم تشوفوا هنا المكونات رايحين تشوفوها معايا في الاشواق اللي قدمته لكم، اللي قلت لكم راح يدخل في العرض تاع العرض الخاص تاع 6000 دينار لي 3 الكتروميناجي. هاد الاشواق هايل، شوفوا يرحي اللحم يرحي كل شيء عجب. المهم اللي حبيت تديه غير تقفز راكم تدو لو كيت كامل. نعاود قلنا 3 حبات بيض كيما راكم تشوفوا، درت لهم اون توت بيتيت بانسي دو سيل اللي هي قرصه ملح تاع ملح الهيمالايا دو بريفيرونس. هذا هو السكر اللي يعني هو هاوليك مناسب للكيتو دايت، صفر حريره وبدون جلوتين، بديل السكر الطبيعي 100%. راهو عنده لاغريمون، يعني عنده فريمون عنده الشهاده المعترف بها على انه سكر طبيعي 100%. اسمه من لا مارك اي كيتو. هاد لو باكي يحمل اكياس، شوفوا هاي لك الدبغه ولا نورمالمون يقولوا لها الدبغه الصفراء، يعني لاغريمون اللي متحصلين عليه، لانه هاد المواد ما نتمسخروش بهم، يعني ما نلعبوش مع امراض السكري ولا اصحاب الجلوتين اللي عندهم السيلياك ما يقدروش. يعني هاد المواد راكم تعرفوا هاد المواد كامل عادوا يخلطوا لها نشا، عادوا يخلطوا لها بزاف حوايج. دونك حنا رانا لازمنا نتعاملوا مع مواد ولا مصادر موثوق بها. دونك سي ان ساشي تاع 250 غرام، سي ان باكي باردون تاع 250 غرام 250 غرام، فيه دي ساشي، كل ساشي يحتوي على 25 غرام. شوفوا 25 غرام راح نشوفوا قدامكم كيفاش، يعني راح تعطيكم مقدار تاع من 2 حتى 3 مغارف سكر، يعني اون برينسيپ 2 مغارف سكر كيما العاده، كيما موافين نخدموا بالسكر اريتريتول ولا ستيفيا نحطوا فقط 2 مغارف. السكر هذا هو مزيج بين سكر ستيفيا وسكر اريتريتول، اللي بزاف الناس يعتقدوا انه سكر كيماوي على حساب التسميه تاعو، لكنه سكر عادي طبيعي محلى طبيعي 100%. راني نقول ونعاود، ou bien sûr le sucre stevia. Donc c'est un mélange extraordinaire parce que كي نديروا لو سكر ستيفيا وحده راه لو كان نكثروا منه شويه كاين ناس ما همش يحملوه، سورتو في القهوه في لاتاي يعطيكم ان اوتر غو مخالف. ولكن هذا كوم سي ان ميلانج انتر ليريتريتول اي ستيفيا. دونك هاد 2 المكونات هما مكونات غير قابلين للهضم. معناها واش معناها الجسم يتخلص منهم عادي
بعد الاكل ولا بعد الشرب، معناها ما يدخلوش للدم، كي نقولوا غير قابلين للهضم معناها ما يدخلوش للدم وما ياثروش على نسبه السكر في الدم. وهذه هي الميزه اللي تخلي مرضى السكري وحتى الناس اللي مدايرين الريجيم كسوا كيتو دايت ولا لو كارب، ولا يعني الناس اللي مدايرين الريجيم ينقصوا السكر ولا يحبسوا السكر، هذه الميزه اللي تخليهم لما يتناولوا هذا السكر الترا سويت يتمتعوا بالذوق الحلو بلا ما يخافوا على صحتهم. سي تو سكون دوموند، هذا واش رانا نحوسوا. شكون ما يحبش يعني ياكل حاجه تكون حلوه في المذاق وتكون طبيعيه وما تاثرلوش على السكر، معدل السكر في الدم تاعو. دونك هذا السكر فيه مزيج متناسق كما قلت لكم بنسب مدروسه، عندهم كذلك الشهاده مطابقه للمعايير الاوروبيه وطبيعي 100%. على هذا نأكد لكم أنه مسجل في وزارة الصحة الجزائرية. الذوق تاعو هايل، أقرب ما يكون للسكر مع قوة تحلية مضاعفة ب3 مرات، كنت تشوفوا مكتوب في لابواط. لهذا نستخدموا منه مقدار تاع 2 معالق اللي هو لو بوتي ساشي اللي يجي في لابواط اللي يوزن 25 غرام، واللي هي يعني المقدار المحدود ولا المحدد في كل الوصفات الكيتونية. اكو شفتوا من قبل كاع لي ريسيت سيتوجين اللي درتهم لكم توجور نديروا غير 2 مغارف تاع هاد لو سكر، مع انه المؤشر الجلايسيمي معدوم يعني معدوم 0، وكذلك السعرات الحراريه معدومه اوسي، وما فيش الجلوتين، حتى الجلوتين معدوم فيه، يعني ما كاش نشا ما كاش حتى ماده تاع الجلوتين. دونك هذه هي الخصائص اللي تخليني اليوم انا وانتوما كامل نجمعوا مع كما قلت لكم وزارة الصحة الجزائرية، نجمعوا على أنه هذا المنتوج الترا سويت من لا مارك كيتو أفضل منتوج من فئة المحليات الطبيعية في السوق الجزائرية بجدارة وبدون منازع. نعاودوا نقولوا للوصفة تاعنا، وكما قلت لكم خليت لكم نيميرو التليفون اي لو سيت وين تقدروا تطلبوا هذا السكر يجيبوه لكم الباب الدار. دونك مع البيض والقرصه تاع الملح حطيت ان ساشي تاع لو سكر الترا سويت اللي يوزن 25 غرام، اللي هو مقدار 2 مغارف تاع السكر هذا المحلى الطبيعي. دونك في الاشواق تاعنا رايحه نحط عليهم شويه تاع لافاني، ونحب نقول انه لافاني في الوصفات الكيتونيه ولا في لي ريسيت سيتوجين نستعملوا لافاني ليكيد، باسكو لافاني الاخرى فيها نشا، ويعني نشا فيه الجلوتين وهو ممنوع في الكيتو ولا في يعني الوصفات تاعنا. دونك بعد ما هنا حنزيد نواه كوكو. شوفوا نواه كوكو نرحيه، ما نقدروش نستعملوه، هذا مبشور نواه كوكو مبشور جوز الهند، رايحين نرحيوه ورايحه كي نكمل نرحيه نوزن قدامكم باش تشوفوا يعني المقادير. داكوغ دونك نرحيه باللامولينات هذه اللي قلت لكم داخله في لو كيت اللي فيها لامولينات اي الاشواغ والباتور. دونك سي اون بوتيت مولينات اللي ترحي توب فريمون، ترحي روعه. رحيت نحيت لابريز جي ديبونشي لابريز باش نفرغ المبشور دقيق مبشور جوز الهند قدامكم. هاوليك حكمت الكاس اللي كامل نحبوا نخدموا به، يعني باش نقرب لكم المعايير ولا المقادير، بيان كو تقدروا تستعملوا اي كاس عندكم ماشي مشروط يكون هذا. دونك راني عمرت هاوليك، شوفوا جاني كاس معمر سوا تاع عفوا تاع مبشور جوز الهند المرحي اللي رحيته لازم نرحوه باش من بعد نقدروا ناكلوا هذا لو غاتو يجينا بنين. حطيت دونك هنا عاود خلطت هذوك لو ميلانج تاع البيض ولا فاني قرصه تاع الملح اي لو سكر محلى الطبيعي تاعنا. فوالا نحط عليه المقدار تاع كاس تاع مبشور جوز الهند مرحي، وحطيت عليه ان باكي تاع خميره الحلوه، ان باكي تاع لا ليفر شيميك اللي يوزن 10 غرامات. رايحه نخلط كل شيء هكذا بالاشواق نرحي مليح باش يعني نتحصل على هاد العجينه. فوالا هذه هي لاباط. شوفوا ما كاش مقادير كامل في هاد لو غاتو اللي رايحه تسحق يعني ان غاتو بلو غران على هذا، ولا رايحه تضاعف المقادير. هذا ما كان كل حاجه ديروا منها 2 ابار لا ليفور، ما ديروش 2، ديروا توجور ان باكي باش ما تجيكمش بالقروصه. لو ميلونج هذا بعد ما رحيته يعني تعجن لي غير بالاشواق. هاوليك نتحصل على هذا الخليط. هاوليك شوفوا هذه لاباط تاع لو كيك ولا لو غاتو تاعنا انا نواه كوكو. نبدا دركا نزيد
حبه بيض واحده اخرى باسكو حسيت لو ميلونج تاعي شويه ناشف. دونك البيض هنايا كان صغير في الحجم تاعو، دونك زدت عليه حبه واحده اخرى. نتوما اذا شفتوا البيض تاعكم كبير ما تزيدوش الحبه تاع البيض. انا هنا بعد ما خلطت كل شيء يعني كانه عجنت لاباط تاعي، هاوليك نتحصلوا على هذا لو ميلونج. انا هذا هو القوام تاع لو غاتو تاعي. لو غاتو سيتوجين على نوا دو كوكو ان ديليس. شوفوا تاكلوا به واش حبيتوا راح تشوفوا معايا كيطيب. نجيب هنايا امول راح ندهنوا بالزبده بيان سور توجور. ما عندناش مارغارين، ما عندناش زبده نباتيه، ما عندناش دهون نباتيه، عندنا فقط دهون حيوانيه يعني سمن ولا مارغارين، عفوا سمن ولا دو بور انيمال هذا ما كان زبده. دونك دهنت لو مول تاعي بالزبده بيان سور. نتوما اي مول حبيتو تخدموا فيه، انا حبيت اليوم ندير هذا الشكل. وبعد ما دهنتو بالزبده رشيت عليه نواه كوكو جوز الهند هكذا باش يعطي له واحد القرمشه من برا او ميم طون يعني باش نحافظ عليه ما يلصقليش. ما تنساوش بلي هاد لاباط راهي ما فيهاش لا فارين، دونك لازمنا نحضروا عليه، لازم نخلوه كيطيب حتى يبرد كامل باش نديموليوه. بون اذا دهنتو هكذا بالزبده ورشيتو عليه نواه كوكو ما تخافوش، ديروا كيما انا هكذا. هبط هذيك العجينه كيما راكم تشوفوا ان غاتو مانيفيك تري تري فاسيل، ما فيش مكونات، ما فيش كامل مكونات. سويته هكذا في الوجه تاعو. لو فور تاعي شعلته بيان سور كيما العاده كيما قال لي كيكي لي موسكوتو على 180 درجه، خليته يسخن مليح وحطيته طيبته مليح حتى كيحمر لي كوتي كامل. طفيت عليه من تحت وشعلت له من الفوق. هاوليك بعد ما خرجته هذيك نواه كوكو اللي رشيناها يعني فوق الزبده تعطي له واحد الكروسي، واحد لو غو، واحد البنه. ما نقدرش نوصف لكم البنه تاع هذا لو غاتو على نواه كوكو سيتوجين، وصفه كيتونيه هايله. معناها تاكلوا هذا لو غاتو بلا ما تخافوا يدخل لكم يعني السكر في الدم تاعكم، ماهوش حيتاثر الجسم تاعكم به، ماهوش حيولي على شكل جلوكوز. هذا هو الحاجه المليحه سورتو كي خدمناه بالجوز الهند وسكر المحلى الطبيعي الترا سويت اللي قدمته لكم. لو غاتو حتى يبرد مليح باش نديموليوه، وكي يبرد مليح اوسي باش نقطعوه. شوفوا لي القطعه الاسفنجيه اللي تحصلت عليها الصحيه اللي نقدر ناكل بها، نشرب بها اتاي تاعي، نشرب بها القهوه تاعي. تقدروا يعني تقسموه اون بيتيت ترانش وتارتينيوه بالزبده بلا كونفيتور سيتوجين اللي هي معجون الفراوله، معجون التوت اللي كنت درته معاكم من قبل. يعني تقدروا تاكلوه كيما حبيتوا. انا المهم هاد لو غاتو نقول لكم ايتان ديليس اي جوست ان ديليس. راني قدمت لكم وصفات هايله من قبل، وهاد لو غاتو سي تيوري فريمون حاجه هبلتني. وكامل اللي داقوه معايا اللي راهم معنا في النظام اللي ما قدروش ابدا يستغلاو على هاد الصحه والنعمه اللي رانا فيها، عمرنا باذن الله ما نرجعوا للسكر. شوفوا حتى وما راكوش مطبقين النظام تخلاو على السكر. انا هذا واش نقول لكم، عوضوا السكر اللي راكو تاكلوا به بهذا السكر باش تربحوا صحتكم، باش ما تزيدوش تهردوا صحتكم اكثر واكثر. شوفوا لو غاتو قد ما يبرد قد ما يزيد يولي خفيف، وقد ما شوفوا كاينين اللي يقول لك بالك ناشف، نو هو ماشي ناشف، يجي معسل. كي نقول لكم فريمون باسكو واش نقول لكم فيه مواد طبيعيه، فيه مواد صحيه، مواد صحيه اللي تخلينا ناكلوا ونتمتعوا بالاكل، وفي نفس الوقت يعني نتمتعوا بالذوق الهايل تاع هاد لي غاتون، ما نحسوش بالحرمان، وفي نفس الوقت نحافظوا دائما على مستوى السكر في الدم تاعنا، وبالتالي ما نطلعوش الانسولين وما نسمنوش وما نزيدوش في الامراض اللي تجي عن مقاومه الانسولين. ما نذكروهاش في كل مره. مهم الانسان يتهلا في صحته ويسقم الماكله تاعو. عرفوا بلي السكر راهو كارثه، يعني من بين الكوارث اللي دخلناهم في الجسم تاعنا اللي راهم هادينا صحتنا وصحة وليداتنا. المهم الوصفة تاع اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم ان شاء الله. مزيد من وصفات. شوفوا راني حنرجع لكم باذن الله. هذا سي لو روتور، هذا اول فيديو بعد الرجوع. نوعدكم راح نحطوا بزاف فيديوهات ووصفات هايله باش ما تحسوش بالحرمان وباش تعيشوا في احسن صحه باذن الله ان شاء الله. أنا نطلب منكم فقط أنكم
ديروا لنا جمع لا فيديو اذا عجبتكم وتبارطاجيوها بينكم بين احبابكم، ونخليو الفائده تاعو من الجميع. ما تبخلونيش كيما رانيش نبخلكم بحتى حاجه، وراني نسهل عليكم كل حاجه، واي حاجه نشوفها واعره باش نحصلوا عليها راني نجيبها لكم وندرسها مليح قبل ما نجيبها لكم، تبقى هذه امانه في رقبتي ونتحاسبوا عليها يوم الدين. تهلاو في روحتكم في صحيحتكم، ونحبكم بزاف بزاف، ربي لي عالم، وسلام سلام.